يا صباح الورد أو يا مساء الورد بالتوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. يلا بينا نتعلم وصفة جديدة في فيديو جديد. معاكم نيرة سليم في سنة أولى طبخ. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جديدة وجميلة جدا. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ مختلفة وحلوة. معانا بطاطس، كوباية من اللبن، معانا زبدة، معانا توم، ملح، فلفل، جوزة الطيب، مكعب من المرقة دي للبطاطس. معانا للفراخ انا معايا فراخ مسلوقة مقطعها حتت، معايا صوص باربيكيو، معايا بصل، معلقة توم، فلفل، طماطم، ملح، فلفل، كاري وكركم وتوم باودر وبصل باودر. طبعا ينفع تتعمل بفراخ مش مسلوقة لسه نية، مفيش اي مشكلة. انا الفراخ كانت عندي فهعمل بيها مفيش اي مشكلة. اول حاجة هجيب حلة على النار، ولعت عليها النار، هنزل فيها بالبطاطس بتاعتي المتقطعة مكعبات بالشكل القمر ده. هجيب مية مغلية في الكتل هنزل عليها بالشكل ده كده، وهسيبها لحد ما تتسلق خالص. هنشوف مع بعض. تعالوا مع بعض نعمل الفراخ بتاعتنا. هجيب بولة، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنزل بيها الفراخ، هجيب معلقة، هنزل بالبصل والثوم بتاعي على الفراخ، هنزل بالملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم فوق بعض بالشكل ده كده. هنزل بمعلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كل ده مع بعض بالشكل الجميل ده. هنزل عليهم بالفلفل متقطع شرايح وطماطم شرايح، هنزل على الفراخ بتاعتي والبهارات بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كويس جدا مع بعض. بالشكل ده كده نتأكد ان كله اتقلب مع بعضه واخد من البهارات والصوص الباربيكيو. هجيب شوية من البقدونس، هنزل على الفراخ والفلفل والطماطم وجميع البهارات بتاعت اللي احنا قلنا عليها. هقلب ده كل ده مع بعضه بالشكل الجميل ده. وصفة جميلة وجديدة ومفيدة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بالشكل ده كده هقلب كله مع بعضه. بجد وصفة رهيبة حلوة جدا 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 وطعمها حكاية. بالشكل ده كده هسيبها بقى على جنب. كله خلاص اتقلب مع بعضه، هسيبها على جنب. تعالوا مع بعض نشوف البطاطس بتاعتنا وصلت لحد فين. البطاطس بتاعتنا اهي بتتسلق بالشكل القمر ده كده، شايفين معايا؟ طبعا لحد ما تستوي خالص. هي خلاص غلت معايا اهي، شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي. خلاص هي كده يعتبر اللي هي اتسلقت. هنجيب واحدة كده ونشوف، وهنجيب شوكة وهنهرسها كده زي القمر كده. خلاص اتسلقت معايا. هصفي المية بتاعتها مش كلها، هسيب شوية مية صغيرين خالص في البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم. هصفي المية بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده صفيت المية، سبت شوية صغنطتين خالص من المية في البطاطس بتاعتي بالشكل الجميل ده كده. بالشكل ده كده اهو. هنزل عليهم اول حاجة بمعلقة كبيرة من الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم.
هنزل بمكعب من مرقة الدجاج. لو ما عندكيش مرقة دجاج حطي ملح، مفيش اي مشكلة. هننزل بالثوم، هنزل بالملح والفلفل ورشة من جوزة الطيب اختياري، ونراعي ان احنا حطينا مرقة فنكون مخففين الملح شوية. هنزل بالبقدونس بتاعي وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وهضيف اللبن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كويس جدا مع بعض عشان كله ياخد من بعضه ويشرب من الصوص التشريبة الجميل القمر ده كده. هنقلب كويس جدا، هنسيبه يغلي بتاع 5 دقايق مش اكتر، بالشكل ده كده. مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، رهيبة. هجيب هراسة البطاطس بتاعتي وهبدأ اهرس فيها بالشكل الجميل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وهسيبها لحد ما تتشرب خالص من اللبن والصوص التشريبة بتاعي. شايفين معايا؟ بجد ما شاء الله، بجد وصفة جميلة جدا وهتعجبكم ومغذية جدا ومفيدة لأطفالنا وأولادنا وبيور خالص. شايفين زي ما انتم شايفين الصوص خلاص اتشرب معايا وبقت معايا بالشكل الجوسي القمر ده كده. هبدأ اهرس بهرسة البطاطس بتاعتي كويس جدا. خلاص هي كده اتهرست معايا خلاص. تعالوا مع بعض نجيب الطاجن بتاعنا. جبنا البايركس بتاعنا، رشة من الزيت وهندهنها في البايركس كويس جدا عشان نتفادى ان هي تلزق في البايركس بالشكل الجميل ده كده. اول حاجة هنزل بيها الفراخ بتاعتي، هنزلها في الصينية بالشكل الجميل ده كده، وهسويها في الصينية بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض كده، بالشكل الجميل ده كده. نتأكد ان هي اخدت كل شكل في الصينية بالشكل القمر ده كده. البطاطس بتاعتي وهنزل في الصينية وهوزعها بالشكل ده كده على جميع الفراخ والخضار بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد مش قادرة اوصف لكم الريحة رهيبة، بجد بجد خطيرة. بالشكل ده كده انا هكمل باقي البطاطس في الصينية البايركس بتاعتي بالشكل كده. حطيت كل البطاطس بتاعتي، هسويها عشان تبقى بقى على شكل الصينية بتاعتي بالشكل ده كده. بجد ريحتها حلوة قوي وطعمها حكاية وهيعجبكم انا متأكدة. بالشكل الجميل ده كده. طبعا مولعين الفرن بتاعنا مسبقا على درجة حرارة 200 قبل ما ندخلها. طبعا الفرن لازم الفرن يبقى سخن كويس جدا، وهندخلها على درجة حرارة 200 وهنسيبها تستوي في الفرن بتاعنا لمدة نص ساعة. وبعد كده نفتح عليها الشواية من فوق. انا عايزة اوريكم، شايفين الجمال معايا؟ شايفين ما شاء الله؟ بجد جميلة جدا 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 وهتعجبكم انا متأكدة. طلعت معانا من الفرن بالشكل القمر ده كده. بجد ريحتها تحفة 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 وطعمها خطير، بجد جميلة جدا هتعجبكم جدا انا متأكدة. تعالوا نقطعها مع بعض. هجيب السكينة، هسمي بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا انا سبتها تبرد بتاع 10 دقايق عشان اعرف امسك البايركس بتاعي، وكمان تكون هدت من النار. هنطلعها مع بعض بالشكل الجميل ده، بجد رهيبة، جوسي وبيور خالص. شايفين الجمال، شايفين قمر. انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاعي كامل، ولو عجبتكم ما تتأخروش عليا باللايك والكومنت والشير. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.